السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هننزل مجموعة سورسات جاهزة للتشغيل على طول. بما إن في ناس بارك الله فيها كتير، يعني بتنزل سورسات، وناس بتنزل دولارات، وناس بتنزل مواقع، يعني محدش بيقصر. وبرضه بيطلع ناس آه، عايزين الحياة جاهزة. يعني كمثال مثلا سي واحد نزل لودر. تمام. طيب لا، كذا واحد يكلمه، طب ازاي اركبه، ازاي اعمله؟ طب ما تتعب نفسك. هو الراجل بارك الله فيه نزلوا تعب فيه، وهو ونزلوا لك مجانا. خلاص اتعب انت واتعلم ازاي تركب، ازاي تشتغل، واسأل هنا واسأل هنا. مفيش حد يعني هي يعمل لك الحاجة ويتعب فيها وينزلها لك وكمان يركبها لك ويشغلها لك وانت كده بتتفرج عليه. فيعني يا ريت الناس اللي عايز يتعلم يا ريت يتحرك ويحاول يعلم نفسه بنفسه عشان حتى يلاقي اللي يساعده. تمام. طيب ان شاء الله هنتوكل على الله. احنا هننزل ان شاء الله مجموعه سورسات، ومنها مثلا ان شاء الله ممكن ننزل كل الاصدارات معاك. كلاسيك 50 7 5517 5700 مثلا، وال2 دي، واخر اصدار، كذا اصدار ان شاء الله هننزلهم وجاهزين على طول. تمام. واحد واحد. اول واحد ده اللي هو 2 دي، كلهم السورسات ستريم عشان معظم الناس عايزه ستريم. لو حد عايز حاجه تانية غير الستريم يا ريت يقول. تمام. طيب السورس اللي ان شاء الله المره دي هيبقى اللي هو البروجكت تيرور 2 دي بتاع اليكس سوريان. تمام. طيب الموضوع بسيط خالص. اول ما هتنزل الفولدر ان شاء الله اللي هنرفقه، تمام، هتلاقيه بالشكل ده. طيب ايه البرامج اللي اللي احنا هنحتاجها في التركيب؟ الاب سيرفر. تمام. النافيكات، برنامج اسمه راديوم في بي ان، افضل من الهماشي ده لو انت بتركب على جهاز الكمبيوتر بتاعك. برنامج ال7 زب، والنوت باد بلس بلس لو عايزه. تمام. يعني دي البرامج ببساطه، والفيجوال ستوديو. واشتغل على الفيجوال ستوديو 2012 افضل نسخه ليه. تمام. تمام. طيب ان شاء الله كده هندخل على اول حاجه، هنروح داخلين على الاكونت سيرفر. تمام. الاكونت سيرفر بتاعنا هنلاقيه بالشكل ده. قبل ما نعمل اي خطوه نروح نفتح النافيجات بتاعنا. تمام. وهنعمل اللوكال هوست بتاعنا ده لو انت لسه ما عندكش اي داتابيز وزي كده. دي طبعا مشروحه كتير والناس عارفاها. المهم هنعمل داتابيز وهنسميها وليكن سي كيو 5. اعمل الاسم ده وريح دماغك. ها. تمام. وبعد كده هتروح واخد الداتابيز دي، جريرها ورميها فيه، وتدوس ستارت. شكرا، هيترفع، هيبقى معاك بالشكل ده. هم دول بس، مش عايزين اكتر من كده. تمام. تمام. طيب هنفتح اللي هو التيبل ده اللي اسمه سيرفرز، هنفتحه. تمام. هتيجي هنا، يعني انا هشرح لك التركيب الاساسي بابسط طرقه، وانت بعد كده بهبط براحتك. بس كده. تمام. سيب كل حاجه زي ما هي. عدل الاي بي بتاعك. طب الاي بي هجيبه منين؟ اجيبه من الراديوم في بي ان بتاعي. تمام. وباخده كوبي. تمام. وبحطه هنا. بس كده. شكرا. خلصنا. الاكونتات، بعمل اكونتات. تمام. اهو واحد، وادي اكونت تاني اسميه اتنين، وخلص على كده. حلو حلو. تمام. خلصنا كده من الداتا من الداتا بيز. نفتح نفتح البروجكت بتاعنا ده اللي هو الاكونت سيرفر. هنفتحه. تمام. ونروح على الكلاس اللي اسمه بروجرام. تمام. مش هنعمل اي حاجه فيه غير ان احنا هنعدل هنا باسورد باسورد قاعده البيانات بتاعتنا اللي هو باسورد الاب سيرفر بس. وسيب، احنا قلنا هنسيب اسم القاعده زي ما هو. خلاص كده. يبقى احنا هنعدل الباسورد هنا بس، باسورد الاباتشي. شكرا. وهعمل بيلد. بص كده، بيلد اهي، دي بيلد. عشان ناس كتير لحد دلوقتي فاكره ان السيف لو دوست هنا كده سيف البروجكت. لا، البيلد هنا البروجكت عشان يتبني يبقى كده. تدوس ريبيلد او تدوس بيلد، هيجي يقول لك هنا ريبيلد سكسيدد. يبقى كده خلاص خلصنا. اقفل ده. تمام. ونروح ندخل على البن ديباج، وين ونشغله. بص كده وهيجيب لك دي. تمام كده. خلاص كده هو جاهز للتشغيل. خلصنا اهو. يعني في الفيلم الهندي ده كله احنا ما عملناش لحد دلوقتي. عدلنا مكان اي بي في النافيكات، وعدلنا مكان باسورد الاباتشي هنا بس. خلاص كده. شكرا. ماشي. هنروح على البروجكت نفسه ده. تمام. تروح داخل فين يا معلم؟ بالراحه. بن ديباج. تمام. وهتيجي هنا هتلاقي ملف اللي اسمه شيل، هتفتحه. هتروح كاتب الاي بي اللي احنا قلنا عليه. حلو حلو. بعد كده اكتب قاعدة البيانات بتاعتك هنا اللي اللي احنا قلنا عليها اللي هي سي كيو 5.
حلو كده، حلو كده. وهنا الباسورد بس. يبقى كده ايه؟ يبقى كده مالكش دعوه باي حاجه تاني، مش تشغلش دماغك باي حاجه تاني. ادي اهو باسورد، الباسورد هنا تمام، واسم القاعده ده اللي هم بتوع النافيكات تمام، والاي بي بتاعك بس، وسيف. خلاص هندخل على الداتابيز اللي هي دي تمام. هنلاقي ايه؟ ملف اسمه كلاينت كوفينج، كلاينت كونفج. شايفه؟ مش هعدل فيه غير الاي بي ده اهو، شايفه؟ هعدل ده واجيب بايه؟ بالاي بي بتاعي اهو، واحطه هنا. حلو، وسيف. تمام، شكرا. خلاص خلصنا. في حاجه تانية نعملها؟ لا، مش مطلوب منك حاجه تانية كده، انت مبروك عليك ركبت السورس. نشغله، نشغله بس. سيبه كده يحمل تمام، وايه، وهيشتغل مع نفسه اهو بابسط طرق. احنا لحد دلوقتي ما عدلناش غير ايه؟ اي بي واي بي وايه، والباسورد الايه؟ الاب سيرفر في مكانين او 3 اماكن. شكرا على كده. خلاص خلصنا، خلصنا. نروح فين بعد كده؟ نروح على الباتش. هتلاقيني ايه؟ رافع لك الايه؟ الباتش. الباتش ده تمام. كل اللي هتعمله فيه برضه ما تتعبش نفسك خالص، هتروح داخل على اكس ميجو، تروح كليك يمين، تفتحها بالسيفن زب، 7 زب اللي قلنا عليه تمام. هتروح اوبن ارشيف، وهنيجي هنا هندوس كليك يمين، اديت. هننزل تحت، شايف هنا؟ مش هعدل حاجه غير الاي بي. شايف الاي بي؟ هعدله تمام. هعدل ايه؟ الاي بي. طب بعد ما عدلته هروح دايس اكس سيف، وبعد كده هدوس ايه؟ هدوس ايه؟ اللي هي الابديت دي. تمام. طب انا بشرح بالطريقه دي ليه؟ انا بشرح بالطريقه دي عشان خاطر الناس اللي لسه اول مره بتركب سورسات بس، يعني اللي فاهم في النقاط دي كلها خلاص، ما يشغلش دماغه بالفيديو اصلا. تمام، تمام. وهندوس ايه؟ هنقفل. وهاخد الباتش ده كله كوبي تمام زي ما هو، وهحطه فين؟ في الكلاينت 6609، وهتلاقيني رافق لك الكلاينت البيور، ما فيهوش اي عك ولا اي هبد ولا اي حاجه. وهتدوس ايه؟ وهتدوس باست. حلو كده، حلو. طب بعد ما دوسنا هتروح تشغل من الكلمه اللي اسمها ستارت دي، شايفها؟ هي دي اللي هتيجي تشغل منها اللعبه. تمام. يبقى كده احنا معانا ايه؟ الجيم سيرفر كده اهو اشتغل تمام، وادي الاكونت سيرفر شغال تمام، ودي اللعبه تمام. انا عشان بحاول قدر المستطاع ان اختصر في الفيديو. تمام، تمام. نفتح بقى نجرب الايه؟ نعمل اكونت جديد اللي احنا لسه عاملينه، رقم 22. وهفتح بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ممكن تلاقي الاشكال متغيره بس عشان ده الباتش بتاعي انا تمام، بس ايه، هي نفس الموضوع تمام. وهنسميه رايزو تمام. اوكي، فتح معانا السيرفر اهو تمام. مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه اي مشكله. عيش بقى انت، اعمل ايه؟ اعمل اللي انت عايزه تمام، مفيش اي مشكله تمام. طيب، اول حاجه بتواجه الناس بتقول لك ايه؟ ازاي اعمل الجي ام؟ ازاي اعمل الجي ام؟ هروح قافل الاكونت بتاعي، وهروح على الداتابيز بتاعتي، ادي البروجكت بين ديبج داتابيز يوزرز تمام. هشوف اسمه فين، هو الاكونت الجديد، هكتب جنب اسمه جي ام بالطريقه دي، وادوس سيف، وافتحه تاني. كده الاكونت بيجي جي ام. استخدم الشفرات ايه؟ الشفرات براحتي ايه، خلاص ما فيهاش لا باسورد ولا اي حاجه، هتشتغل بيها ايه؟ اوتوماتيك. اتمنى يكون الشرح واضح، وان شاء الله في القريب ان شاء الله هننزل اصدارات كتير، كل الاصدارات ان شاء الله هتبقى زي كده ان شاء الله، جاهزه على التشغيل على طول، بالسورس باللودر بالكلاينت بتاعه بالباتش بكل حاجه. وبعد كده انت عايز تطور، عايز تجيب لودر حمايه اعلى، حط لودر حمايه، عايز عيش مع نفسك يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.